أكثر الحلقات إثارة من البارتيدو ما قبل الدربي. اليوم باش نتوقع شكون اللي باش يربح في دربي العاصمة الجاي. كيف باش نحكيو على فكر وشنو يخمم كل مدرب قبل المباراة اللي جاية. باش نرجعوا بالإحصائيات وشكون أفضل فريق والأرقام في آخر المباريات ما بين الزوز فرق وشكون اللي باش يربح. كيف هذا الكل باش تلقاو اليوم الكل في البارتيدو. مرحبا بكم، معكم وهبي ويسا. مرحبا الناس الكل. قبل ما نبداو ما تنساش الاشتراك، تفعيل جرس الانتباه باش توصل لكم كل حاجه جديده. تخليونا تعليقاتكم المواضيع اللي تحبونا نحكيو فيهم. الهدف متاعنا 5000 مشترك، او خليني نقول بالاحرى 5000 يكبروا في عائله البارتيدو ومع بعضنا الناس الكل ان شاء الله نكبروا. نادي الافريقي والترجي الرياضي، دربي العاصمه، الدربي الجديد، دربي مثير. شكون باش تكون الكلمه؟ نادي الافريقي في المركز الثاني هو اللي يستقبل ب 27 نقطه، الترجي في المركز الاول ب 30 نقطه. الترجي اقوى خط هجوم 23 هدف واقوى خط دفاع قبل فقط 3 اهداف. النادي الافريقي سجل 18 هدف في المقابل قبل 7 اهداف. النادي الافريقي مدربه فوزي البنزرتي ومدرب الترجي هو ماهر الكنزاري. فوزي البنزرتي شنو ينجم يخمم في مباراه الدربي هذا؟ نقايص مهمه ياسر، على راسهم فيليب كينزومبي، كيف حسام حسن رمضان. النادي الافريقي بعد مده كبيره ياسر كان يستنى في ظهير ايمن، للاسف حسام حسن رمضان تصاب، ونتمنى له الناس الكليك الشفاء العاجل. كيف فيليب كينزومبي القوة الثانية الضاربة في هجوم النادي الافريقي بعد فراس شوات. يمكن فيليب كينزومبي وفراس شوات هما افضل زوج مهاجمين في النادي الافريقي موجودين حاليا في الوقت الحالي، او خليني نقول هما افضل زوج مهاجمين وهما نقطة قوة كبيرة ياسر في هجوم النادي الافريقي. النادي الافريقي وقت اللي مسجل 18 هدف، منهم 10 اهداف مسجلينهم فيليب كينزومبي فراس شوات مسجل 6 اهداف، وفيليب كينزومبي مسجل 4 اهداف. مساهمات كبيره ياسر. على الجهه المقابله هجوم الترجي هجوم قوي للغايه، هجوم مساند عكس هجوم النادي الافريقي. وعلاش قلت عكس؟ لأن المساهمات في هجوم الترجي تجي من اكثر من ملاعبي ومختلفين. كي نحكيو على يوسف البلالي مسجل 3 اهداف ولعب 5 اسيست، هو الاكثر مساهمه في بطوله التونسي لحد الان. اشرف الجبري بالرغم اللي هو المهاجم الاحتياطي في الترجي الا انه هداف الفريق ب4 اهداف. كيف المهاجم الايفواري الجديد دانو سجل 2 اهداف. دونيسيان قصيله ابو عاليه، ينساس، كيف قصي معشه وغيرهم الملاعبيه اللي تقريبا كل ملاعب مسجل 2 اهداف، ما عدا قصي معشه اللي مسجل هدف وحيد في المباراه الاخرى امام شبيبه العمران. 2 نقاط مهمين ياسر يمكن يعبروا على القوة الهجومية لكل فريق وعلى شنو ينجم يعمل المدرب نهار لحد. النادي الافريقي وقت اللي باش يفقد فيليب كينزومبي شكون باش يكون الحل؟ وعلى الارجح نتصور بعد ما يرجع في راس شوات اذا كان بلال ايت مالك في كامل الصحة نتاعو شكون بلال ايت مالك وحمزة الخضراوي هما 2 اجنحة نتاع النادي الافريقي في المباراة الجاية. حمزة الخضراوي ممكن تكون المباراة هذه مباراة الانطلاقة تاع حمزة الخضراوي، لأنه نحسه في الملاعبي في المباراة الأخرى قاعد يحاول، ما عدا مباراة الملعب التونسي اللي ملاعبية النادي الافريقي الكل كانوا خارج الخدمة، لأنه نحسه في الفريق قاعد يحاول باش يحسن من روحه. بالنسبة للترجي الرياضي الملاعبية اللي قاعدين تحاول كما ما حكيت على قصي معشة. الترجي الرياضي على الجهة اليمين شكون نجم يعمل؟ ينساس وقصي أبو عالية. نتصور الأكثر أنه باش يمشي في حل ينساس أنه يكون هو الأساسي في تشكيل فريق باب سويقة. توجاي إلى حد الآن ما تمش تأكيد متاعه أنه باش يلعبوا إلا لا في مباراة نهار الأحد، قاعدين نستناو إلى حد الآن. 2 أرقام مهمين ياسر لازمنا نحكيو عليهم. النادي الافريقي على ارضيه ميدانه في الموسم هذا لعب 6 مباريات، جاب منهم 3 انتصارات و2 تعادلات وهزيمه وحيده. الترجي الرياضي في الموسم هذا خارج ارضيه ميدانه لعب 6 مباريات، صحيح يلعب في راتس ولكن يعتبر ضيف في المباراه هذه بحكم اللي هي بجمهور النادي الافريقي. الترجي في 6 مباريات جاب 3 انتصارات و2 تعادلات وهزيمه وحيده كانت امام الملعب التونسي. 2 ارقام متشابهين. الافريقي على ارضيه ميدانه مسجل 8 اهداف وقبل 5 اهداف. الترجي الرياضي خارج ارضيه ميدانه مسجل 9 اهداف وقبل 2 اهداف. ارقام قريبه برشا لبعضها، خاصه على مستوى النقاط اللي جابها كل فريق. قوه النادي الافريقي خارج ارضيه ميدانه، قوه الترجي الرياضي على ارضيه ميدانه. هنا باش نلقاو العكس، لان النادي الافريقي على ارضيه ميدانه ترتيبه
هو السادس في البطولة إلى حد الآن. الترجي ترتيبه خارج أرضية ميدانه هو الثالث إلى حد الآن. أرقام مش تكون سهلة، وأرقام يعمل عليها كل مدرب في المباراة الجاية، لأني عامل نفسي تعتبر نجم تأثر ولو بالقليل على كل فريق في المباراة الجاية. كما ما قلت الزوز فرق، نادي الفريق على أرضية ميدانه والترجي خارج أرضية ميدانه، وهمش في أفضل أحوالهم في الموسم هذايا. على المستوى الدفاعي كل فريق تقريبا عنده نقاط قوة نجم يعمل عليهم. مثال النادي الافريقي بوجود مهيب الشامخ بدا يركز في روحه في مركز الحراسة بعد التصدي الكبير ياسر في مباراة الملعب التونسي. تقريبا جمهور النادي الافريقي الكل يشكر فيه. كيف نجم تكون نقطة الانطلاق نتاع مهيب الشامخ ابارتير من مباراة اللي تعدات الدربي امام الملعب التونسي. النادي الافريقي كيف يعمل برشا على علي يوسف. ما ننساوش زاده حمزه بن عبده اللي هو اللاعب الوحيد في النادي الافريقي لحد الان لعب المباريات كليكا دون غياب على اي مباراه مهما كانت. لهنا نحسوا ونفهموا اللي حمزه بن عبده يعتبر ركيزه اساسيه في تشكيل النادي الافريقي بالنسبه للمدرب فوزي البنزرتي. مع علي يوسف ثابت كبير ياسر على مستوى الدفاع بالرغم من بعض الاخطاء اللي نجم يقوموا بها، خاصه حمزه بن عبده في برشا مباريات كيما مباراه مستقبل سليمان على الجهه اليمنى واضحه غيث الزعلوني. النادي الافريقي الى حد الان قبل 7 أهداف، ومهيب الشامخ من جمله 7 مباريات خرج فيهم النادي الافريقي بكلين شيت هو كان الاساسي فيهم في 4 مباريات. على الجهه المقابله الترجي الى حد الان 10 كلين شيت منذ انطلاق الموسم، قبل 3 أهداف فقط. من جمله 10 مباريات 9 مباريات كان فيهم البشير بن سعيد اساسي في تشكيل فريق باب سويق. رقم مهم ومهم جدا الارقام هذوما، لانه بنشوفوا كلين شيت جديد لواحد من الحراس هذوما. نستناو لنهار لحد ثبات الترجي على مستوى الدفاع مع هجوم النادي الافريقي اللي في حال غياب فيليب كينزومبي النادي الافريقي يلقى برشا صعوبات على مستوى الهجوم. التعويل باش يكون اكبر على فراس شوات لانه تقريبا اهم ملاعبي في تركيبه هجوم فريق باب جديد. نزيدوا عليهم انه النادي الافريقي في الموسم هذايا على مستوى الكرة الثابتة مش قاعد يعتمد برشا، او خليني نقول مش قاعد ينجح برشا او تماما على مستوى الكرة الثابتة، عكس الترجي اللي سجل برشا اهداف من الكرة الثابتة. لعل اخرهم مباراة امام النادي الرياضي صفاقسي وهدف يوسف البلايلي كيف ركله الجزاء من حمزة الجلاسي. وهنا نحب نعمل مقارنة بالعام اللي تعدى. النادي الافريقي في مباراتي الذهاب والاياب في الدربي العام اللي تعدى سجل 3 أهداف كلهم من كرة ثابتة. ركله الجزاء سجلها حمدي العبيدي وقتها، وزوز أهداف من ركنيات، واحدة سجلها ياسين بوعبيد وقبلها واحدة سجلها علي يوسف. النادي الافريقي نقطة قوة في العام اللي تعدى كرة ثابتة عكس الموسم هذايا، رغم انه فوز البنزرتي هو المدرب لكن نوعا ما اسلوبه نحسوه قدام وما عادش ماشي الى حد الان. بالنسبة للترجي الرياضي في الموسم اللي تعدى سجل عن طريق كرة ثابتة 3 أهداف من جملة 5 أهداف سجلهم في الدربي، في المقابل 6 أهداف من لعب المفتوح. الموسم هذايا نستناه نقطة من نقاط قوة الترجي هي الكرة الثابتة، عكس النادي الافريقي اللي ما يعرفش يعتمد او ما يعرفش كيفاش يستغل الكرة الثابتة اللي تجيه. هذا بعض المقارنات وبعض الارقام في الموسم هذايا، لكن نمشيو من الموسم هذايا المواسم اللي تعدات والارقام في المواجهات التاريخيه ما بين الفرق. في اخر المباريات في اخر 10 مباريات ما بين الزوز فرق النادي الافريقي انتصر في مباراه وحيده فقط. على الجهه المقابله الترجي انتصر في 5 مباريات و4 مباريات وفات بالتعادل. الترجي تسجل 13 هدف والنادي الافريقي سجل فقط 7 أهداف. اذا كاش نحكيو على اخر 10 مباريات تلعبوا بحضور جماهير النادي الافريقي وقت اللي هو يستضيف، 4 مباريات انتصار النادي الافريقي، 3 انتصارات للترجي و3 تعادلات. الترجي سجل 10 أهداف في المقابل النادي الافريقي سجل 9 أهداف. الان الارقام هذه نجم تكون عامل بالنسبه للترجي باش انه ينتصر في مباراه نهار الاحد. كيف الترجي عودنا تاريخيا انه وقت اللي يشد الفورمه ويكون في افضل احواله ويشد الريتم غالبا يحقق لقب البطوله، عكس النادي الافريقي اللي في اغلب الاوقات اللي يحقق فيهم لقب البطوله يكون عنده فريق كامل متكامل يجيب النقاط مهما كان ويحقق الانتصارات. النادي الافريقي قريب للترجي لحد الان في فورمه باهيه تعتبر على مستوى العام الكل الى حد الان 27 نقطه. النادي الافريقي في المركز الثاني مع الملعب التونسي خلف الترجي الرياضي. نزيد عليهم فكر كل مدرب ينجم يطبقه في الميدان. اذا كان الترجي الرياضي باش يخير حل انه يعطي الكره للنادي الافريقي ويلعب عليه كونتر،
والا يوقف دفاع النادي الافريقي كما ما صار في العام اللي تعدى، وقت اللي بلوكا ماهر الكنزاري دافيد بيتوني اشرف الجبري وتعب برشا علي يوسف في خروج الكره، قلق برشا النادي الافريقي. نتفكروه في دربي العوده العام اللي تعدى. الموسم هذايا فوز البنزرتي نعرفوا اغلب المباريات اللي يلعبهم في رادس انه يلعب الضغط العالي ويبريسي على ليزادفيرسير نتاعو، عكس الترجي الرياضي. وهذا نجم نفهمه اكثر باللي شفر الموجودين. الترجي خارج ارضيه ميدانه ويلعب اقل هجوم، على عكس انه يلعب في رادس يلعب اكثر هجوم. وكما ما قلت هذا نشوفوه على مستوى النقاط وتسجيل الاهداف اللي سجلهم فريق باب سويقه. الترجي مسجل خارج ارضيه ميدانه 9 أهداف، في المقابل في رادس مسجل 14 هدف وقبل 2 أهداف خارج أرضية ميدانه. باش نفهموا هنا نوعا ما نحسوا الترجي هجومي في رادس أكثر من أنه يكون هجومي خارج أرضية ميدانه. صحيح المباراة تلعب في رادس، ولكن يعتبر الترجي هو الضيف بالنسبة للنادي الافريقي على أرضية ميدانه. نحسوا نوعا ما العامل النفسي يقلق في بعض الأوقات، ونشوفوا الفريقي في برشا أوقات ما يعرفش كيفاش يربح المباريات نتاعو. نرجع لنقطة مهمة ياسر، هي عامل الكرات الثابتة. ولاش حكيت على الكرات الثابتة؟ النادي الافريقي قبل تقريبا 3 أهداف الموسم هذايا عن طريق كرات مرتدة، في وقت أنه تكون الكرة في الركنية ثم ترجع هجوم مرتد كما ما شفنا أمام ترجي جرجيس، كيف أمام النادي الرياضي الصفاقسي. وهذا النادي الافريقي اللي نتصور باش يحتاط منه برشا، خاصة أمام منافس كما الترجي، لأنه في الكونتر الترجي يختير برشا. نحكيو على 3 ملاعبية سريعين برشا، يوسف البلايلي كيف قصيل أبو عالية، وإلا حتى ينصاص إذا كان يشارك، دون نسيان شهاب الجبالي اللي نتصور باش يكون بنسبة كبيرة ياسر أساسي في مباراة الدرب. إذا نتصور في المباراة هذه مع نسبة الاستحواذ اللي سجلها النادي الافريقي في أغلب المباريات كي يلعب في رادس اللي تكون أكبر عكس المباريات اللي يلعبهم البرة من رادس، نتصور النادي الافريقي ممكن بيشد كرة أكثر من الترجي، بالرغم أنه الترجي عندهم لاعبية في وسط الطيرة ابرزهم اوكبيلو يشدوا اكثر كوره، كيف شهاب الجبالي نجم يعمل عليهم اكثر، كيف في بنيان اللعب. عكس النادي الافريقي اللي نحسوه الوسط نتاعو يمشي اكثر في الليدويل اكثر من انه وسط خلاق ونجم يخلق اللعب. وحضور الشريمي صحيح يعاون برشا النادي الافريقي في الخروج بالكره، لكن مش هو ابرز لاعب في الخروج بالكره من النادي الافريقي. ابرز لاعب هو علي يوسف، كيف صدق محمود هو ثاني ابرز لاعب نجم يعاون النادي الافريقي في الخروج بالكره. وانا نتصور شخصيا انه صدق محمود ملاعبي ينجم يلعب اكثر في رول طايح شويه اكثر من انه دي صريح، لانه نحسه ستيل من الملاعبيه كما اللي يشوفوهم برشا في العالم، انه ملاعبي ينجم يعمل اكثر في الخروج بالكره، ملاعبي ينجم يلعب في وسط الميدان اكثر من انه يلعب ديس. وذريناه دي بروفيل مشابهين يلعبوا على مستوى العالم. النادي الافريقي وقت اللي يكون عنده الكره، وعلاش حكيت عن النقطه هذه، النادي الافريقي يلقى برشا صعوبات اذا كان يلقى فريق واقف مليح ما يعرفش كيفاش يوصل الكره يوصلها للاخر. وعلاش نجاح النادي الافريقي اكثر يكون خارج ميدانه، لانه يعمل برشا على كونتر. وريناه في برشا مباريات، ممكن ابرزهم مباراه شبيبه القيروان ومباراه شبيبه العمران، 2 مباريات النادي الافريقي سجل فيهم 6 أهداف، عكس الترجي اللي يلعب البرة من ميدانه طريقة أخرى. لكن يمكن حكم أن المباراة في رادس باش نتفرجوا في حاجة أخرى تماما. هنا كما ما قلت لكم نجم نكونوا فهمنا كل مدرب فاش يخمم، وكل مدرب شنو ينجم يلعب على ستيل عليه. لأنه مثلا في الترجي التركيز باش يكون بنسبة كبيرة ياسر على يوسف البلايلي، ينصاص وإلا قصيل أبو عالي إذا كان مش يلعب واحد فيهم. 2 ملاعبية هذوما دون نسيان شهاب الجبالي، 3 ملاعبية مهمين ياسر على مستوى الترجي، خاصة على المستوى الهجومي. تو جاء أهم وقت، شكون الفريق اللي باش يحقق الانتصار في مباراة الدربي؟ توقعي هو انتصار النادي الافريقي. وعلاش انتصار النادي الافريقي؟ لانه نتصور النادي الافريقي لعبيته اكثر تفكير، ريناهم في المباريات الاخرين خاصه اخر 2 مباريات على مباراه الدربي حسيناهم ضايعين شويه. اول حاجه. ثاني حاجه الدعم الجماهيري الكبير نجم يساند النادي الافريقي مع فوز البنزرتي في نوعيه المباريات هذوما. راهو تعامل مختلف، كيف النادي الافريقي مطالب بالنتيجه اكثر من الترجي في المباراه هذه، لانه الترجي هو المتصدر في الوقت الحالي بفارق 3 نقاط. عليك نتصور تمشي اكثر النتيجه في المباراه هذه انتصار النادي الافريقي. مانيش منجم، ولكن هذا حسب مريد شنو تنجم تكون النتيجه في المباراه هذه. ثم خلوني تعليقاتكم، شكون تراوي الفريق اللي نجم يحقق الانتصار في دربي العاصمه بين الافريقي والترجي. كان هذا معنا اليوم في حلقتنا من البارتيدو، عطينا توقع وحكينا على نقاط قوة ونقاط ضعف كل فريق، كيف مباراة شنو تنجم تنتهي، وحسب رايكم انتم شنو نتيجة المباراة الجاية. ما تنساوش تشتركوا في القناة، تفعلوا جرس الانتباه، وتخليونا تعليقاتكم والمواضيع تحبون نحكيو فيهم
في البارتيدو. الهدف متاعنا 5000 في عائلة البارتيدو، بقدرة ربي نكبروا مع بعضنا كما العادة والعوايد. غرمنا بالكرة حاجة ما تتحكيش، حاجة تتعاش.